السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن لا نرى الأشياء كما هي بل نراها كما نحن. دي كانت مقولة قالتها الكاتبة والأديبة أنايس ناني. احنا النهاردة إن شاء الله هيبقى دوت تالت فيديو معانا في سلسلة التشوهات بشكل عام، واحنا النهاردة هنتكلم عن تاني مرحلة أو تاني حالة من حالات التشوهات ديت، ألا وهي التشوهات الإدراكية. آه المعتاد بتاعنا، أنا مش دكتور نفسي، أنا مش أخصائي نفسي، أنا مش عالم في أي نوع من أنواع العلوم اللي أنا بتكلم فيها. أنا مجرد شخص مر بشوية لخبطة على شوية مشاكل في حياته، فقرر إن هو بدل ما يروح يقرا في التنمية البشرية وأصحى أنا قادر وأنا أعرف والكلام الجميل ده، إن هو يروح يدور من منظور العلوم. فلقى إن الإنسان فيه 3 علوم أساسية بتشرحه بشكل جميل، ألا وهي علم النفس وعلم الأعصاب وعلم الاجتماع. فجمعت معلوماتي وقلت بدل ما هي عندي أنا بس أطلقها للعلن، لعل وعسى غيري يستفيد، ولعل وعسى غيري يقول لي إن أنا غلط في حاجة فأنا كمان أستفيد. أنا حاطط المايك هنا المرة دي عشان الصوت يبقى أوضح، عشان الفيديوهات اللي فاتت حتى بعد ما جبت مايك كان في ناس بتقول لي إن المايك مش واضح. أنا بحاول مخليش الفيديوهات طويلة عشان أخلي المنفعة حقيقية، فأنا هلتزم بالنص اللي أنا كنت كاتبه هنا. فزي ما قلت في أول فيديو، نحن لا نرى الأشياء كما هي بل نراها كما نحن. الجملة ديّة بتختصر واحدة من أكبر الخدع اللي بيمارسها عقلنا علينا كل يوم، زي ما اتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت عن أخطاء التفكير والتحليل اللي هي التشوهات المعرفية. يعني لما موقف يحصل قدامنا كامل ومتكامل لكن عقلنا يفسره بمنطق غلط. النهاردة إحنا هنروح لطبقة تانية أو الطبقة التانية من مفهوم التشوهات، ألا وهي التشوهات الإدراكية الperceptual distortions. ولو أنت شخص مهتم إنك تعرف إيه التشوهات الفكرية والتشوهات النفسية اللي عندنا وحبيت تروح تدور على الperceptual distortions، فأرجوك أضف جنبيها كلمة mental health أو perceptual distortions in psychology، عشان مصطلح الperceptual distortions معروف أكتر في العيون. فديّة ببساطة اللي هي أخطاء الاستقبال والتصفية الحسية اللي بنقع فيها كلنا. عشان نقدر إن إحنا ندخل ونتكلم عنها، فإحنا لازم نحطها جنبًا إلى جنب مع التشوهات المعرفية اللي إحنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، أو الcognitive distortions. فكمقارنة سريعة وبسيطة، التشوه المعرفي ده بيحصل في مرحلة التحليل والمنطق، إحنا بنشوف الموقف صح بكامل تفاصيله بس بنفسره غلط. في حين إن التشوه الإدراكي بيحصل في مرحلة استقبال البيانات نفسها، عيننا وداننا بيقصوا أجزاء من الواقع وبيلونوا أجزاء تانية في نفس اللحظة قبل ما المعلومة توصل لوعينا المنطقي أصلا. لأن أنت لازم تبقى فاهم إن السبكونشس بتاعك هو اللي بيدرك الأشياء بعد كده بينقلها للكونشس بتاعك، أو لا وعيك هو اللي بيدرك الأول بعد كده بينقله لوعيك. ولكن التشوهات هي بتشمل الشقين، جزء منها بيشمل اللاوعي، جزء منها بيشمل الوعي ذات نفسه. ف أول ذكر حصل أصلًا للتشوهات الإدراكية كان من مدرسة نفسية اسمها مدرسة الGestalt أو الGestalt. والGestalt ديّة كلمة ألمانية معناها الشكل الكلي. المدرسة دي في علم النفس قامت على مبدأ إن المخ البشري ما بيستوعبش الأجزاء المنفصلة، هو بيلزق البيانات الحسية جنب بعض عشان يخلق صورة كاملة، حتى لو الأجزاء دي ناقصة ومش موجودة في الواقع. ده اللي بيخلّي حواسنا تخدع. عشان نقدر إن إحنا نفكِّك الخدع الحسية ديّة ونبدأ نشوف الواقع بنقاء، لازم نمسك ال4 أنماط الأساسية في أو الأكثر شيوعًا في التشوهات الإدراكية. ده مش معناه إن هم 4 أنماط بس، أنا في أنماط تانية تغاضيت عن الكلام عنها دلوقتي لإن هي مش هتبقى في صلب الكلام، وفي ناس تانية كتير اتكلمت عنها. لإن واحد مثلًا من التشوهات الإدراكية هي الbody distortions أو تشوه رؤيتك لجسدك. وفي شِق كامل من التشوهات الإدراكية يقع في الطب النفسي تحت الهلاوس السمعية والبصرية. ولكن إحنا كل اللي إحنا بنتكلم فيه حاليًا هي التشوهات المعرفية والسلوكية اللي نابعة من تربية خاطئة، مواقف خاطئة، اعتياد عادات معيّنة خاطئة. كل ديّة بتسبب عندنا مشاكل، المشاكل ديّة مش سببها الحقيقي خلل في كيميا المُخ. ف
إحنا إن شاء الله باقي الفيديو هيمشي بنفس النمط، إن إحنا هندخل في التشوُّه ذات نفسه، هاذكر السبب النفسي بتاعه وهاقول مثال عليه عشان نبقى فاهمين كويس، هاذكر السبب العصبي وهاقول مثال عليه عشان نبقى فاهمين كويس، هاذكر السبب الاجتماعي بمثال عليه، وفي آخر الفيديو خالص كالمعتاد هيبقى في البروتوكولات بتاعتنا، سوري مش في آخر الفيديو، بعد كل تشوُّه. ف بسم الله الرحمن الرحيم، أنت من هنا تقدر تقلب الموبايل، تقدر ما تشوفنيش، أنت مش محتاج تشوفني، الفيديو ما فيهوش أي edits، ما فيهوش أي حاجة، أي صورة توضيحية هتتضاف. آآ وأستأذنك تبقى تشاركني أنت استفدت إيه من الفيديو، وتشاركني إيه اللي حاسس إن هو ناقص، عشان أنا أقدر أطوّر من باقي السلسلة اللي جاية. أول تشوُّه عندنا اسمه الترشيح الإدراكي والانتقاء الصارم، أو selective perception. السبب النفسي في علم النفس، السبب في الموضوع دوّة اتحط تحت مسمى انحياز التأكيد الحسي. عقلنا بيستوعب فقط البيانات المادية اللي بتأكد قناعاتنا المسبقة، وبيرفض تمامًا رؤية أي عوامل مختلفة، أو أي عوامل تعكس القناعة اللي عندنا. يعني بكل بساطة نفسيًا إحنا بييجي لنا المشكلة بتاعة الselective perception بسبب إن إحنا مقتنعين إن في حاجة غلط، فإحنا بدل ما هنبدأ نشوف الصورة كاملة، لأ إحنا هنبدأ نقتص من الصورة ونشوف إيه اللي يناسب رؤيتنا ديّة. كمثال let's say إن أنت شغال على project، let's say إن أنت شغال على حاجة أيًا كان أنت بتعمل إيه، ورُحت شاركت دوّة، سواء نزّلته على post على فيسبوك أو شاركته مع أهلك، شاركته مع أصحابك، وأغلب الناس قالوا لك إيه ده تحفة عاش، بس في حد حَط لك comment أو واحد من أصحابك رَد عليك اللي هو إيه، قشطة حلو، فأنت هتسيب كل الناس اللي قالت لك إن شغلك فعلًا كويس أو أيًا كان اللي أنت عملته ده فعلًا كويس، وهتبدأ تركّز، وده بيحصل بشكل تلقائي، هو مش بيحصل بشكل انتقائي. يعني أنت مش بنَفْسك بتركن باقي الناس وتركّز مع ده، لأ أنت بشكل لا إرادي منّك بتركّز مع الشخص اللي ما علّق تعليق حسّسك أو دعم شعورك الداخلي بإن اللي أنت عامله ده مش كفاية. بس عندك الصعيد الآخر، السبب العصبي. في علم الأعصاب في حاجة اسمها شبكة الجهاز الشبكي المنشط RAS. توضيح جانبي، الشبكة ديّة تعتبر هي السكرتير الخاص بدماغنا، هي مجموعة شبكات عصبية بتعدّي عليها ملايين المعلومات الحسية في الثانية الواحدة، وظيفتها إنها تحجب 99% من البيانات ديّة، وتعدّل لنا بس 1% اللي مخنا مركّز عليه عشان حواسنا ما تشتتش. كمثال لمّا بنكون شغالين برضه على let's say أنا مثلًا شغال في الmarketing، فأنا شغال على marketing campaign أو باعمل design، فأنا مركّز على ألوان. فالشبكة ديّة مرّة واحدة هتخلّينا نشوف الألوان ديّة، أو هتخلّيني أشوف الألوان ديّة في كل يافطة وفي كل لبس وفي كل حاجة، رغم إنها كانت موجودة دايمًا بس مُخّنا كان مفلترها. ده بيبقى مشكلته في إيه؟ ده بيبقى مشكلته إن من هنا أنت بتبدأ، يعني الinput دوّة، إن أنت الحاجة اللي أنت كنت عايزها أو الحاجة اللي أنت كنت متحمس إنك تعملها، مرّة واحدة بدأت تلاحظها في كل حاجة. نفس concept إن أنت لمّا بتجيب موبايل جديد، مرّة واحدة بتبدأ تاخد بالك إن الموبايل دوّة مع ناس كتير، هو كان مع نفس الناس دي من الأول، بس هو عشان ما كانش معاك، فمخنا ما كانش بياخده كمعلومة مهمة، هو كان بياخده كمعلومة جانبية وبيدّيك المعلومات المهمة. فلمّا بيبقى عندك مشكلة، أو المشكلة اللي ممكن تيجي من فكرة الselective perception في الجزء العصبي والجزء النفسي، إن زي ما إحنا لسه قايلين، الجزء النفسي بتاعك هو هيخلّيك تركّز بس على الكلام اللي بيدعم اقتناعك إن اللي أنت عامله ده مش حلو، اللي أنت جايبه دوّة مش مميز، أنت فيك المشكلة ديّة فعلًا. let's say أنت شخص حاسس إن أنت فاشل، فأنت دلوقتي لو هنطبّق نفس المثالين تاني أو هنطبّق نفس المنظورين تاني لمنظور علم النفس وعلم الأعصاب، أنت شخص مقتنع إن أنت فاشل في شغلك. طبعًا عندك imposter syndrome، عندك شوية مشاكل تانية، المجتمع زرع فيك حاجات كتير وزرع فيك مشاكل كتير، منها المشاكل الcognitive distortions اللي إحنا اتكلّمنا عنها في الفيديو اللي فات. let's say أنت عندك black or white thinking، أو اللي هو all or nothing، اللي هو الكل والّا شيء. أنت دلوقتي حاسس إن أنت فاشل في شغلك 100%، فمع ذلك أنت لازم تشتغل عشان أنت لازم تشتغل وتقبض، فالحياة محتاجة فلوس، فأنت جيت تشتغل على let's say برضه أنت شغال في marketing، شغال coder،
شغال جرافيك ديزاينر، فيديو اديتور، فانت وانت شغال فانت حاسس ان انت شغلك ده مش كويس فسلمت الشغل وانت مقتنع من جواك ان انت شغلك مش كويس. لو انت قدرت تاخد كلام الناس اللي بيقولوا لك عاش شغلك حلو، والناس اللي بتقول لك لا الشغل ده مش حلو، بتاخده بعين المنطق ان انت تفهم اللي قالك ده حلو، طب قول لي بس ايه اكتر حته عجبتك فيه، او انت اكتفيت ان هو قالك ان شغلك حلو وحسيت بسعاده داخليه. على الصعيد الاخر الشخص اللي جه قالك ان لا الشغل وحش، فانت قلت له طب ايه اللي وحش في الشغل عشان تبدا تفهم منه. لو انت بتقدر تعمل ده فانت تمام. ولكن لو انت بتتجاهل الحلو وبتركز على الوحش وما بتسالش هو ده وحش ليه، بتركز بشكل كامل على شفت ما انا فاشل، فدي مشكله. ولو انت اصلا وانت بتعمل الشغل دوت بتبدا تاخد بالك ان في ناس تانية عامله نفس الشغل ده او مقارب ليه، او بتبدا تاخد بالك من التقاربات الضئيله الشائعه، وتبدا حوارك الداخلي بدل ما يدخل فكره اللي هو ماشي هي اتعملت بالشكل ده قبل كده احنا ممكن نضيف عليها حاجه تانية، بتبدا تفكر فيها من حته اللي هو انا فاشل، انا كده كده بسرق باقي شغل الناس، فانت عندك مشكله. فده منظورين علم النفس وعلم الاعصاب في مشكله السلكتيف بيرسبشن. علم الاجتماع بقى على الصعيد الآخر بيقول لنا إن إحنا حاليا في بيئة اسمها الإيكو تشامبرز أو غرف الصدى. وديت المصطلح ده ظهر آه، مؤخرا بسبب يعني ظهر بعد ظهور السوشيال ميديا، لأن المصطلح دوت بيوصف الحالة اللي الخوارزميات أو الألجوريثم بتطوقنا فيها، بتعرض لنا بس الآراء والبوستات اللي شبهنا، فبتخلينا فاكرين إن العالم كله بيفكر بنفس طريقتنا، وبتدرب حواسنا على إلغاء أي رأي مختلف. كمثال خوارزميات السوشيال ميديا مثلا عندنا بتعرض لنا البوستات اللي بتوافق رأينا، فبنبني وهم إدراك إن كل الناس بتفكر زينا. لو هناخدها على نفس مثال الشغل، فأنت ممكن تبدأ تلاقي إن في ناس كتير بتتكلم على الحاجة اللي أنت عايز تعملها، let's say بقى اللي أنت عايز تعمله دي حاجة في إطار الشغل، حاجة في إطار بره الشغل، في إطار الجيم، هي ليها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن كونسبت الإيكو تشامبرز أو فكرة الإيكو تشامبرز إن أنت هنا أصلا العامل البيئة اللي هي المفروض المحيطة بيك، واللي هي أصبحت الdigital environment أو البيئة الرقمية، هي مش بتساعدك على إنك تشوف أفكار تانية، مش بتساعدك على إنك تشوف آراء تانية، هي حاطاك في نفس القالب بتاعك. ده طبعًا بيأثّر علينا إن هو بيعزّز فكرة الانتقاء المعلوماتي أو الانتقاء الإدراكي أو الselective perception، عشان إحنا مش بنشوف حاجة جديدة، إحنا مش بنشوف رأي مختلف، مش بنشوف نقد مختلف، مش بنتعرّض بشكل طبيعي لبيئات مختلفة. كل ده مرتبط وبيُبنى عليه الcognitive distortions، لإن أنت زي ما أنا كنت لسه باقول أو زي ما كنا لسه بنتكلم، أنت لو شخص عنده تفكير catastrophization، أنت بتهوّل الأمور، فأنت في حالة الecho chambers أو مع فكرة الecho chambers، فأنت هتلاقي إن كل اللي بيظهر لك هي أخبار سيئة وكوارث ومشاكل، فده هيبدأ يقوي عندك حوارك الداخلي في فكرة ما هي الدنيا كلها مشاكل. فأنت الشيطان في الselective perception إن هو في حد ذاته مش مُضِر على قد ما الضرر بييجي من لمّا تربطه بالcognitive distortions، لمّا تربطه بفكرة إن أنت شخص شايف إن العالم كُلّه سيء، شخص بيعاقب نَفْسه لو ما حققش 100%، شخص مقتنع إن نظرة حد معيّن أو comment حد معيّن أو كلمة حد معيّن ولّدت عنده شعور، أو شخص أصلًا بيتّبع الشعور ده من غير ما يمنطقه، من غير ما يشوفه. فأنت لمّا تبدأ تُدرك إن في كَم مشاكل إدراكية عندنا نابعة من البيئة اللي حوالينا، والبيئة اللي حوالينا بتعزّزها، تبدأ تاخد بالك من كل ده، هتبدأ تاخد بالك إنه المشاكل الإدراكية هي كلّها شبكة مربوطة في بعضها. فاللي إحنا بنتكلّم فيه دوّة دلوقتي قد لا يكون مشكلة منفصلة، ولكن هو جزء من المشكلة الأكبر اللي هي بتكوّن عندنا الصورة الأسوأ عن نَفْسنا، فده بيخلّي حياتنا مُعطّلة. نعمل إيه عشان نقدر نطلع من فكرة الselective perception، وبعد كده لمّا يحصل لنا مشكلة ما نركّزش، أو لمّا ييجي لنا أي نوع من أنواع الcomments ما نركّزش في السلبي فيها بس، وما نركّزش في اللي إحنا عايزين نشوفه،
لان خلينا فاكرين ان فكره السلكتيف برسبشن ان انت بتختار اللي ياكد لك المعلومه اللي في دماغك واللي ياكد لك رؤيتك لنفسك. السلكتيف برسبشن هو مش موجود بس في فكره الكوجنيتيف ديستورشنز او في التشوهات المعرفيه، هو موجود برضو في فكره ان انت لو عايز تتعلم حاجه بنفسك او لو بتدور على معلومه. المغالطه اللي اغلب الناس بيقعوا فيها ان هم بيروحوا يدوروا على الابحاث وبيروحوا يدوروا على اراء العلماء اللي تدعم رايهم او رغبتهم، فده برضه selective perception. ولكن انا عايز اتكلم عن السلكتيف perception من منظور الحياه اليوميه، من منظور الحياه الشخصيه، من منظور رؤيتي لنفسي، وان هو بيعطل عليا حياتي ان انا بدون ادراك مني بلاقي ان انا بركز في الحاجات اللي بتدعم رؤيتي لنفسي حتى لو رؤيتي لنفسي دي كانت سلبيه. عشان اقدر وعشان نقدر نطلع منه، فعلميا في حاجه اسمها تكتيك اعاده معيار ال RAS. ان احنا اول ما نلاحظ ان حواسنا وحوارنا الداخلي بيلقط سلبيات ومسك فيها، بنبدأ نرفلكت الكلام دوت. بنرفلكت الكلام دوت ازاي؟ ان احنا بنسأل نفسنا حواسنا ديت ادركت ايه بشكل كامل، عنا ودانا ديت ادركت ايه بشكل كامل. هل الشخص اللي انا رحت قلت له انا لسه مخلص امتحانات والنتيجة بتاعتي طلعت وهدخل الكلية اللي انا عايزها، هو فعلا كان في وضع في حياته الشخصية انا رحت كلمته في وقت الشخص ده كان فاضي ان هو يفرح لي، ولا انا كلمته في نص ضغطة شغل عنده، انا كلمته في نص مشكلة عنده، انا كلمته في نص تعب عنده، فلما رد عليا نص رد انا خدت النص رد ده على اساس ان هو مش فرحان لي وعلى اساس ان هو ما بيحبنيش. هل زميلك في الشغل، مديرك في الشغل، لما رحت تسلم له الشغل وقلت له الديزاين زي او الفيديو زي او الملف اهو او ايا كان الشغل اللي انت بتسلمه له ايه، قلت له الشغل اهو وهو قال لك تمام ماشي، هل انت كنت مسلم؟ هل هو قال لك تمام ماشي اللي هي تمام ماشي العادي، ولا هو قال لك تمام ماشي اللي هو كان متضايق؟ عشان نخرج من السلكتيف برسبشن، احنا لما نحس ان احنا مركزين على رد فعل معين من الشخص اللي قدامنا، لان السلكتيف برسبشن هو معتمد على حواسنا ال النظر والسمع، فاحنا محتاجين نرفلكت او نعمل اعادة نظر او نبص على الموضوع بعين حقيقية، اللي هو انا دلوقتي قاعد متضايق عشان الشخص ده رد عليا بطريقة تضايقني، بس هل الشخص ده فعلا رد بالطريقة دي، ولا انا اللي مش مقتنع بشغلي ومش مقتنع باللي انا بعمله، فكنت مستني عامل خارجي يحسسني ان اللي انا بعمله ده سيء. فهمتوا الفكرة؟ فهي علميا من علم النفس ومن جزء السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او العلاج المعرفي السلوكي، احنا بس محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده بشكل واضح وصريح وندور على إجابة حقيقية فيه. برضو ما ندورش على إجابة تكون بترضي رغبتنا الشخصية. ومن أصلا السؤال دوت انت هتبدأ تاخد بالك انت عندك تشوه إدراكي ايه او انت عندك مشكلة في إدراكك ايه. هل انت زي ما احنا كنا لسه متكلمين في الفيديو اللي فات عندك كل ولا شيء، عندك تعميم، عندك كاتاستروفيزيشن، عندك ايموشنال ريزنينج؟ انت ايه اللي مخليك اصلا قاعد بتسلكت من المحيط بتاعك الحاجات السلبية اللي بتدعم وجهة نظرك في نفسك، اللي بتدعم وجهة نظرك في نفسك؟ فده كده كان السلام عليكم اول تشوه ادراكي. عايز بس اعدل حاجة هنا عشان انا بحتاج الملفات دي بعد كده. تاني تشوه إدراكي معانا اسمه hostile attribution bias أو الإسقاط الإدراكي وعزو النوايا العدائية وعزو النوايا العدائي. في علم النفس بيقول لنا إن إسقاط حالتنا النفسية الداخلية سواء خوف، ضغط، أو عدم أمان على الملامح والإشارات الخارجية، وافتراض إن أي تصرف مبهم يحمل نية هجومية. ده مشابه جدا أو بيعزز جدا فكرة أو تشوه الايموشنال ريزنينج، ان انت بتبدأ تتعامل مع مشاعرك على اساس ان هي حقيقة مثبتة. فعلم النفس بيقول لنا ان الهوستايل اتريبيوشن بايس هي حالة اسقاط حالتنا النفسية الداخلية على الملامح والاشارات الخارجية، وبنفترض ان اي تصرف مبهم يحمل نية هجومية. مثال:
لو إحنا حاسين بالتقصير ودخلنا قُلنا للمدير أو دخلنا للمدير لقيناه بيبُص في الشاشة ومكشّر، هنفترض فورًا ده بنسبة كبيرة إنه متضايق مننا، مع إنه ممكن يكون في أي حاجة تانية في الشغل حصلت. لو أنت دلوقتي حاسس إن أنت غلطت في حد من غير ما تقول له، بلاش غلطت في حد، لو أنت دلوقتي حاسس بضغط وقلق وتوتر، ورُحت تكلم حد من أهلك في البيت، رُحت تكلم شريك حياتك، رُحت تكلمي شريك حياتك، رُحت تكلم شريكة حياتك، فأنت ممكن تلاقي أبسط رد منهم مدّيك شعور اللي هو متضايق ليه أو هو منفعل ليه. الإسقاط الإدراكي ده بيحصل مننا لمّا بيبقى في مشكلة في علم النفس قال لنا إن إحنا بنسقط ده عشان إحنا ذات نفسنا ما عندناش إدراك كامل ب ب بالبيئة الداخلية والبيئة الخارجية بتاعتنا. يعني علم النفس بيقول لنا إن إحنا إدراكنا ببيئتنا الداخلية لو كان إدراك شبه واضح، مش 100% ولكن 50، 60، 70%، فأنت هتبقى مدرك إن المشاعر اللي عندك هي مسؤوليتك، ولو مسؤولية شخص تاني فأنت عارف هي مسؤولية مين. ولكن عشان إحنا ما عندناش إدراك بالبيئة الداخلية، فبنبدأ نسقط مشاعرنا ديّة على البيئة الخارجية، وبنضيف على كده اللي إحنا بنتكلم فيه ده دلوقتي، إن أنت هتدوّر على أي حاجة من البيئة الخارجية بتاعتك، أي رد فعل بييجي هتخلّيه يعزّز شعورك الداخلي اللي أنت حاسس منه بس مش متأكد. نفس الفكرة، أنت لو حاسس بتقصير اتجاه شغلك وسلِّمت شغلك، وشعورك بالتقصير ده ممكن ما يكونش حقيقي، ده ممكن يكون مشكلة إدراكية أو مشكلة سلوكية، فده هيخلّيك تستقبل أي رد فعل من الشخص اللي أنت سلِّمت له شغلك على أساس إن الشغل فيه تقصير. ليه؟ لإن أنت مش مُدرك إن شعورك بالتقصير ده هو شعور خاطئ، لإنه ما لوش دليل مادي unless إن هو ليه دليل مادي فعلًا. في حين إن علم الأعصاب بيقول لنا إن الإسقاط الإدراكي دوّة هو بيبقى عبارة عن فرط نشاط في منطقة أو في حاجة اسمها خلايا المرآة العصبية أو الmirror neurons بالتوازي مع ضغط أو استنفار من اللوزة الدماغية الأميجدلا. side note، خلايا المرآة العصبية أو الmirror neurons ديّة خلايا عصبية في الدماغ بتخلّينا نفهم مشاعر الناس وتعبيرات وشّهم تلقائيًا من غير ما يتكلموا، ولمّا نكون خايفين أو تحت ضغط الخلايا ديّة بتسجّل تعبير الوش المُرهق أو السرحان على إنه وِش غضب أو احتقار لينا. كمثال، وإحنا مضغوطين في تسليم الشغل، لو حد من زمايلنا بعت رسالة قصيرة زي تمام أو عدِّل ديّة أو قشطة أو حتى بعت إيموجي، الخلايا ديّة عندنا هتبدأ تترجم اللي بيحصل ده هو بيكلمني بقرف وبيقلل من مجهودي، أو الشغل مش عاجبه، أو أنا هاترفد قريب، catastrophization تسرع في الكلام، أو تسرع في نمط التفكير، رغم إن النبرة مكتوبة بسرعة ومحايدة. فتاني، أنا عارف إن الموضوع قد يكون مُعقّد، أتمنى إن أكون قادر أبسّطه بأكبر قدر ممكن، ولكن خلّينا ناخد خطوة لورا. التشوّهات الإدراكية هي مُعزّز للتشوّهات المعرفية، فتشوّه إدراكي زي الإسقاط الإدراكي ده بيعزّز أو ممكن يكون مُعزّز لكَم التشوّهات المعرفية اللي عندنا. واحدة من أشهر التشوّهات المعرفية اللي مرتبطة بتشوُّه الإسقاط الإدراكي هي الemotional reasoning أو اللي هي الmind reading، إنّك بتتنبّأ بأفكار ومشاعر اللي قدّامك. دوّة بيحصل ليه؟ إحنا دلوقتي اتكلّمنا في الفيديو اللي فات إحنا اتكلّمنا عن الmind reading دوّة بيحصل ليه. المرّة دي إحنا بنتكلّم على الإسقاط الإدراكي ده بيحصل ليه، لإن الإسقاط الإدراكي هو اللي بيعزّز الmind reading. فهنعيد الحتّة دي تاني، الإسقاط الإدراكي من منظور علم النفس هو إن إحنا بنسقط حالتنا النفسية الداخلية على الملامح والإشارات الجسدية الخارجية بتاعة الشخص اللي قدامنا، وبنفترض إن أي تصرُّف منهم بيبقى بيحمل نيّة هجومية.
في حين إن السبب العصبي أو السبب من منظور علم الأعصاب إن بيبقى في نشاط في الmirror neurons. دي بتحصل بسبب إنه الأميجدلا بتاعتنا أو إن اللوزة الدماغية بتاعتنا بتبقى شغالة بمستوى عالي. زي ما إحنا عارفين الأميجدلا هي اللي مسؤولة عن هرمونات القلق والتوتر. فتخيل معايا السيناريو دوت عشان نبقى لمينا الموضوع كويس. أنت لو شخص تاني بتتعامل مع نفسك إن أنت لازم تخلّص شغلك دوّة يبقى تحفة وperfect 100%، يا إما أنت كده فشلت. فأنت هتبقى على طول في حالة stress وحالة توتر. فده هيخلّيك لمّا تيجي تسلِّم شغلك أي رَد فعل أنت هتاخده ممكن يبدأ يخلّيك تحس إن الموضوع سيء. كل دوّة أنا باتكلّم في إطار إن أنت فعلًا حاسس بده، لإن أنت ممكن تكون بتقف عند حالة إن أنت عايز تسلِّم شغلك حلو 100%، فأنت بتسلِّمه وأنت حاسس إن الشغل مش حلو، فأنت شايف إن الشغل دوّة قيمته 0%. ولكن أول لمّا جالك رَد فعل فأنت تفاعلت مع رَد الفعل ده كويس. الشخص اللي قدّامك قال لك تمام، الشخص اللي قدّامك قال لك الشغل زي الفل هنكمّل عليه، فأنت حسّيت براحة. في نوعيات ناس تانية لمّا بتيجي لها رَد الفعل دوّة بتبدأ تترجم رَد الفعل ده على أساس إن هو حاجة سلبية، دي كلكعة فوق الكلكعة. علم الاجتماع بييجي في الآخر في نقطة الإسقاط الإدراكي وبيقول لنا إنه ثقافة الشك الاجتماعي والتربية القائمة على الحذر الزائد ديّة من الحاجات اللي بتسبب عندنا فكرة إن إحنا نبقى على طول متأهبين وشايفين إن الشخص اللي قدامنا من أقل تغيُّر في ملامح وشه إحنا هنفهم وهنقول وهنترجم وهنقتنع إن الشخص دوّة كده فيه مشكلة. كمثال إن التربية على جملة الناس دايمًا عينيها علينا وعايزة تأذينا، أو إن الناس دايمًا عينيها علينا بشكل عام، أو حتى مع كامل احترامي لأهلنا، ولكن في فئة من الأهل ربّونا على الخوف من الحسد بشكل مبالغ فيه، وما حطّوش في الاعتبار من المنظور الديني برضه إن إحنا المفروض نشارك البهجة مع الناس. فالحسد مذكور في القرآن، والحسد شيء حقيقي أيًا كان أنت مؤمن بديانة إيه. حتى لو أنت مجرد شخص روحاني ففي الspirituality in general في الevil eye، وفي فكرة إن طاقة اللي قدامك ممكن تبُص لك بطريقة تضر طاقتك بشكل أو بآخر. فكل دوّة بيخلّينا تاني نبقى قاعدين حاسين إن كل حاجة حوالينا بتهاجمنا، بتنتقدنا، بتقول لنا إن إحنا وحشين. في حين إن على أرض الواقع ده ممكن ما يكونش حقيقي. فعلى أرض الواقع أيًا كان بقى الأسباب النفسية والعصبية والأسباب من وجهة نظر كل العلوم، ولكن الموضوع ببساطة إن أنت مش محتاج تبقى عايش متأهب لإن اللي قدامك هيقلل منك أو اللي قدامك هيغلط فيك و، لإن أنت ممكن تكون بنسبة كبيرة لو عايش في الشعور دوّة، الشعور ده مش جاي لك من الواقع، الشعور ده جاي لك من داخلك، جاي لك من إن تشوهاتك المعرفية بتدوّر على الأكل بتاعها اللي يخلّيها تنمو أكتر. فالتشوهات الإدراكية هي بمثابة الأكل بتاع التشوهات المعرفية، هي اللي بتعزّزها. لإن تشوّهك الإدراكي زي ما إحنا قُلنا في أول الفيديو هو رؤيتك هو ترجمتك للي أنت بتشوفه، هو داخلك. دي التشوهات المعرفية الcognitive distortions. التشوهات الإدراكية هي التشوهات في الرؤية ذات نفسها، إن أنت بمجرد ما بتشوف الحاجة عشان أنت من جواك عندك تشوُّه معيّن مخلّيك تشوف الحياة بمنظور سوداوي معيّن، فلا وعيك هيبقى بيدوّر على الحاجة اللي تنمّي عنده أو تعزّز عنده الشعور ده. كل ده بيحصل ليه؟ كل ده بيحصل ببساطة عشان بالنسبة للمُخ دي طاقة أوفر بكتير من طاقة المواجهة والاصطدام والحل. أنا عشان كده حتى وأنا كنت باكتب الفيديو دوّة، أنا الموضوع بالنسبة لي كان مُعقّد لإن أنا فاهم إن هي شجرة بجذور. فإحنا دلوقتي في تاني جزء من الجذور أو في تاني درجة من الجذور، فالموضوع هيبقى ملخبط أكتر، والموضوع هيبقى مبني على اللي فات. عشان نقدر نحل الإسقاط الإدراكي، فالبروتوكول بتاعه من وجهة نظر العلم إن أنت بتشتغل على حاجة اسمها قاعدة التحييد الافتراضي. إحنا بندرّب حواسنا على إن تعابير الوجه أو التصرفات المبهمة تتسجل في مخنا كdata محايدة وليست data عدائية. فبنستخدم مع دوّة
من الCBT لو أنا مش غلطان، لو أنا فاكر صح عشان ما كنتش كاتبها هنا، بس بنستخدم حاجة اسمها الدعم اللفظي، إن الملامح ديّة بتعبّر عن حالتنا الداخلية، هي مش بالضرورة رد فعل لينا. أنا مؤخرًا بامُر بمشكلة إنه أنا أغلب الوقت لو أنا حاسس إن أنا مش كويس، فأنا بابدأ أدوّر على سبب خارجي أنا ليه مش كويس، ولكن لمّا أدركت إنه أنا مش كويس لأسباب فعلية، الأسباب دي مش شرط نتكلّم فيها دلوقتي، ولكن أنا مش كويس لأسباب معيّنة، ده خلّاني أدرك حقيقة إن أنا كنت طول الفترة اللي فاتت أنا قاعد باوهم نفسي بأسباب خارجية عشان بس أبقى وصلت لسبب، ولكن ده مش حقيقي، نفس الفكرة. إحنا محتاجين ندرّب نفسنا إن أنا هافصل شعوري الحالي عن الكلام أو عن الشخص اللي قدّامي، فأنا مش هاخد أي رَد فعل من اللي قدّامي وأبدأ أشوفه هو ينفع على الشعور بتاعي ده إزاي، لإن إحنا كلّنا شُفنا نوعية الناس ديّة، أنت بتبقى بتشوفوا 2 خلّينا ناخدهم ك2 قدّامنا، واحد جاي طاير من الفرحة ومبسوط جدًا ويا لهوي أنا عملت إنجاز أنا كنت عايز أعمله، وراح قال لصاحبه، فصاحبه قال له بُص تحفة، ده أنا مبسوط لك جدًا و. بس بتلاقي الشخص اللي أنجز في الآخر متضايق من الشخص اللي فرح له، فلمّا تيجي تسأله يقول له أصل هو كان المفروض أو أنا كنت مستني منه إن هو يقول لي طب تعالَ نخرج نحتفل، فهو كسر بفرحتي، لأ، أنت من جواك بتدوّر على حاجة تكسر بيها فرحتك، لإن أنت ممكن يكون عندك القناعة الزائفة والقناعة ديّة أنا مش فاكر هي كانت مسجلة تحت مسمى إيه، ولكن في قناعة زائفة كده بتاعة اللي هو إحنا لو فرحانين دلوقتي فهنتضر كمان شوية، فأنت بتدوّر على الحاجة اللي تضرك بسرعة أحسن ما تبقى قاعد في حالة anticipation أو في حالة قلق من إنك تتضرر، فكل ده إسقاط إدراكي، كل ده الشخص أسقط إدراكه على الشخص اللي قدّامه عشان بس يناسب إدراكه، أسقط شعوره إن هو خايف من حاجة هتضره في اللي قدّامه، إن اللي قدّامه ضرّه بإن هو ما فرحلوش 100% زي ما هو كان راسم في خياله، فدي مشكلة، فإحنا عشان نحل المشكلة دي محتاجين نعمل إيه، محتاجين لمّا نحس إن اللي قدّامنا عمل رَد فعل معيّن، رَد الفعل ده بيتناسب جدًا مع شعورنا الداخلي بالخوف أو بالقلق أو بالتوتر أو بإن إحنا فاشلين أو بإن إحنا عملناها بس by luck أو إن إحنا أصلًا مش هننجح أو إن هو لأ، أنا من الصبح وأنا قاعد متوتر، فقشطة يبقى ده الموقف اللي أنا كنت متوتر منّه، لمّا نلاقي حاجة مماتشة أوي، متناسقة أوي مع شعور داخلي عندنا، نحاول ناخد خطوة لورا ونسأل نفسنا هي مناسقة ليه، هي حصلت إزاي، الموقف ده حصل إزاي، وهل الموقف بأكمله فعلًا بيتناسق مع شعورنا الداخلي والّا إحنا بس اللي اقتصينا منه أجزاء؟ فأنا عارف إن الselective perception والhostile attribution الاتنين شبه بعض، ولكن هو بيضاف عليهم حاجتين كمان شبههم، ألا وهما تأثير الهالة والظلال أو halo and horns effect in perception والوهم الإدراكي وتضخيم الإشارات أو الHADD. تأثير الهالة والظلال ده تأثير شائع جدًا، وده في برضه ناس كتير اتكلمت عنه أو لو سيرشيت عنه هتلاقيه تحت مسمى halo and horns effect in perception. السبب النفسي للتأثير دوّة إن هو بيحصل حالة من حالات التعميم الحسي السريع أو الكسل الدماغي. ده أوكي، أنا الكلام اللي أنا كنت كاتبه أنا باقراه دلوقتي فأنا بادرك إن هو برضه إيه مجعلص شوية. خلّيني أدخل على طول بمثال، إحنا لو قابلنا شخص صوته واثق ومخارج ألفاظه قوية، دماغنا بيفترض تلقائيًا إنه إنسان أمين وصادق في شغله، رغم إن ما فيش حاجة منطقية قالت لنا كده. في نفس الوقت هو دوّة شبيه شوية بالstereotyping بس في نفس الوقت إحنا لو قابلنا شخص لابس لبس إحنا عارفين إن اللبس دوّة بينتمي لفئة معيّنة، فإحنا هنقول إن هو تبع الفئة ديّة، وإن الشخص دوّة هيحمل باقي صفات الفئة ديّة. ف دي بتدّينا مشكلة إن إحنا بنبدأ نضعف تعاملنا مع الناس، لإن إحنا قولبناهم بسرعة في قالب معيّن. عارف مبدأ اللي هو ده لو لابس أسود في أسود يبقى شخص مكتئب، لو بيسمع metal فهو من عبد الشيطان، آآ إيه stereotypes تانية مشهورة؟
لو تخين مش واثق من نفسه، لو معضل هيبقى مغرور وفاك بوي. في ستيريوتايب مشهور، بس ده يعني ما اعتقدش ان هو منتشر عندنا في مصر، لا او منتشر لحد ما، لا هي لو حلوه قوي، هي لو حلوه قوي هتبقى غبيه. الهيلو ان هورنز افكت دي، احنا بناخد سمة واحدة من علم النفس، من منظور علم النفس بناخد سمة واحدة من سمات الشخص اللي قدامنا، بنبروز بيها باقي سمات شخصيته، او صفة واحدة بنبروز بيها باقي صفات شخصيته. هي التشوه دوت، او المسمى بتاع التشوه دوت كله جاي من فكرة الهيلو. الهيلو دوت القرص الدائري اللي بيبقى ظاهر حوالين الشمس، واللي اتاخد بعد كده في تصورات الملايكة في ديانات مختلفة، ان هو بيبقى ليهم هالة منورة فوقيهم، والهورنز اللي هي قرون الشيطان. بس من المنظور العصبي ده بيبقى معالجة سريعة مختصرة في منطقة معينة في الدماغ، في المخ، اللي هي الفيوسفورم فيس اريا. ديت مسؤولة على ان هي تدرك ملامح اللي قدامنا بشكل اكتر، وتبدأ تقولبه او تحطه ملامحه ديت في انهي فئة في مخنا. ودي عملية المفروض طبيعية عندنا، لان هي بيولوجيا بترجع لفكرة ان الانسان البدائي او الانسان الاول كان بيحتاج ان هو يبقى فاهم وشوش الاعداء من وشوش القبيلة. فصفات الوش دوت هتصنف في دماغنا ان ده عدو، فلو لمحتها في اي حته فانا محتاج اهرب، فدي وسيله بقاء عندنا. فالمخ بيستسهل وبيسقط انطباع كامل توفيرا للطاقه. في التشوه دوت كمثال، المخ بيحكم في اجزاء من الثانيه في شكل الشخص الانيق في الانترفيو، او في شكل الشخص المبهرج، او اللي مش متزن، عشان انت كمستقبل تقدر تحكم على اللي قدامك في اسرع وقت ممكن. بس التشوه هنا ان انت من صفة واحدة بتحكم على الباقي. ففي علم الاعصاب هو بيقول لك ان هي نفس الفكرة. انت مخك عنده اجزاء خاصة بتسجيل البيانات والمعلومات عن البيئة المحيطة بيك. والبيئة المحيطة بيك هنا احنا بنتكلم بقى كمجتمع بشكل كامل، مش كبيئة داخلية خاصة بيك. فعشان تقدر مخك وجهازك العصبي عشان يقدر يسهل الموضوع اكتر، فهو بيقولب الناس بسرعة. فعشان يوفر طاقة، بدل ما يقولبهم بمنطق ان الشخص دوت في انهي فئة، هو بيقولبهم تيك تاك، هو شكله كذا فهو باقي صفاته كذا. فانت ما عندكش قدرة هنا على انك تقعد تفكر، هو هل باقي صفاته ديت موجودة فيه فعلا، ولا انا بس اخدتها بتجربة بديلة. في حين ان علم الاجتماع بيقول لنا ان في عندنا حاجه اسمها التلميع البصري او امتياز الجمال، البريتي بريفليج. والبريتي بريفليج دوت تحيز مجتمعي بيمنح مزايا وافتراضات ايجابيه ضمنيه، زي الذكاء والطيبه والمصداقيه للاشخاص الاكثر اناقه والاكثر جاذبيه بصريا لمجرد شكلهم الخارجي. كمثال، لو هنروح مثلا على السوشيال ميديا، شفنا اعلان لعياده طبيه او شركه معمول بتصميم احترافي ومريح للعين، دماغنا بيدي للمكان دوت هالة مصداقية وثقة، وبنفترض إن الخدمة ممتازة حتى لو ما اتجربتش. عشان نقدر نحل البروتوكول، عشان نقدر نحل التعميم دوت، فالبروتوكول اللي بيتم استخدامه هنا أو الأكثر شيوعا والأكثر فعالية، هي حاجة اسمها تقنية التفكيك المقطعي. احنا بنفصل السمة البصرية عن التصرف الفعلي، فبنسأل نفسنا لو الكلام أو التصرف دوت صدر من شخص مختلف تماما في الشكل والمظهر، هل كنا هنشوفه بنفس الطريقة ولا لأ؟ الفصل هنا أو فصل الانطباع عن السلوك هنا بيبدأ يحط نظرنا على الحقيقة الفعلية، بعيدا عن الهالة اللي اترسمت للشخص من أول نظرة له. أتمنى أكون شرحت الجزء ده كويس. الجزء دوت شائع في مجتمعنا العربي كتير، أرجوك حاول تدور عليه وتفهم عنه أكتر. لو مش فاهمه كويس قول لي، وأنا كده كده هتلاقي المصادر كلها في الديسكريبشن على يوتيوب. آخر آخر ديستورشن معانا وآخر تشوه إدراكي معانا، زي ما كنت قايل من شوية، هو الوهم الإدراكي وتضخيم الإشارات. نفسيا احنا هنا بنبقى في حالة من النزوع القهري لرؤية أنماط ومعاني خفية وموجهة في الضوضاء العشوائية للمواقف، عشان دماغنا بيرفض العشوائية. دماغنا ككائن
يعيش ويتعايش هو بشكل عملي بيرفض العشوائية، لأن العشوائية معناها بيانات كتير داخلة، فالبيانات الكتير الداخلة ديّة محتاجة مجهود وطاقة أعلى، ولو أنت قريت عن أي حاجة ليها علاقة بطريقة إدارة المُخ للطاقة الجسدية، فالمُخ بيحاول يقلل استخدامه للطاقة بأكبر قدر ممكن. من أسرع الحاجات اللي بيعملها إن هو بيبدأ يحط أنماط بشكل سريع للحياة المحيطة بيه. خلّيني أضرب مثال عشان الموضوع يبقى واضح. لو حصل لنا كذا موقف مزعج في نفس اليوم، زي إن المنبه ما رنّش، بعدين اللابتوب حصل فيه مشكلة، فدماغنا بيربطهم ببعض وبيقول إحنا يومنا متقفل أو يومنا اتقفل أو إحنا نحس، مع إنها أحداث عشوائية منفصلة تمامًا. هل وضح لك حاجة دلوقتي؟ يعني لو أنت كنت شُفت الفيديو بتاع اللي قبل ده بتاع التشوهات المعرفية ووصلت معايا الفيديو لحد هنا، هل حاسس إن في حاجة في دماغك ربّطت في بعضيها؟ يعني هل بدأت تشوف معايا إنه إحنا كل مشاكلنا الداخلية سواء بقى نابعة من الطفولة أو نابعة من تجاربنا، كوّنت عندنا تشوُّهات معرفية في إن إحنا بقينا شايفين الحياة من منظور معيّن، بعد كده إحنا فضلنا عايشين في الحالة دي لفترة طويلة لدرجة إن هي كوّنت معانا تشوُّهات إدراكية إن إحنا بقينا بنselect اللي إحنا عايزين نشوفه، وده اللي هو الselective perception. بقينا بنتعامل مع الحياة على أساس إن هي مصدر ألم والناس كلّها هتبقى مصدر وجع لينا، فالناس كلّها عدائية، فإحنا كده بقينا عندنا الhostile attribution bias. وبعد كده بقينا عشان نسهّل تعاملنا مع الناس أو بقينا بشكل لا إدراكي مننا ولا واعي مننا بنعامل الناس من صفة واحدة إن هم فيهم باقي الصفات، فالشخص ده لو جه طبطب عليَّ فالشخص ده طيب ومحترم فأنا هاروح أحكي له كل حاجة عندي، والشخص ده لو ضربني على إيدي فالشخص ده وِحِش فأنا استحالة أطلب مساعدته في حاجة، رغم إن الشخص ده اللي ضربك على إيدك ده ممكن يكون بيوجّهك، والشخص اللي طبطب على كتفك ده ممكن كان بيشوف بس أنت فيك صحة دلوقتي والّا لأ، فأنا لو ما فيكش صحة فممكن أسرقك عادي. فده الHalo and Horns effect in perception. وبنيجي في الآخر للوهم الإدراكي وتضخيم الإشارات إن إحنا عشان نريّح نفسنا أو عشان نبقى مقتنعين إن إحنا مريّحين نفسنا أو عشان نفهم نفسنا أكتر، فإحنا بدأنا نربّط أمور ما لهاش أي علاقة ببعض. فإحنا بقينا بنضخّم الإشارات اللي بتحصل على مدار اليوم، فمشكلتين ما لهمش علاقة ببعض أنت بتلاقي طريقةً ما بتربطهم بيهم. موقفين على أيام مختلفة فأنت بتلاقي طريقةً ما بتربط بيهم. كل ده إحنا بنعمله بدون إدراك مننا عشان كل ده أصبح الأسهل على مخنا، لإن في الأول وفي الآخر هارجع وأعيد وأزيد 100 مليون مرّة في النقطة دي، مخنا مش مهتم إحنا مبسوطين والّا لأ، مخنا مهتم إحنا عايشين والّا لأ، بس. فلو الneuroplasticity بتاعتنا أو المرونة العصبية بتاعتنا، اللي هي أصلًا مسؤولة عن أغلب إدراكنا وتحركاتنا في الحياة، بقت حاسة إن الأميجدلا على طول في حالة بلاش مسميات، مخنا بقى على طول حاسس إن إحنا في حالة توتر، فأنت مش بتساعد مخك في إن حالة التوتر دي تهدى، بإنك تفهم أنت متوتر فعلًا ليه فتحلها، فمخك مش عايز يقعد يحاول يخمن أنت متوتر ليه، فبيبدأ يحط لك أسباب، فدي الأسباب. أو دي الطريقة اللي بيحُط بيها الأسباب. من المنظور العصبي، من منظور علم الأعصاب، في حاجة اسمها أو بيحصل حاجة اسمها نشاط في آلية تطورية قديمة تسمى الHADD أو الhyperactive agency detection device. دي آلية دفاعية قديمة في الدماغ كانت بتخلّي الإنسان البدائي يترجم أي صوت عشوائي في الغابة على إنه نمر مفترس مستخبي، لإن افتراض التهديد كان بيحمي من الموت. الدنيا بتوضح أكتر شوية؟ كمثال الميكانيزم ديّة هو اللي بيخلّينا وإحنا ماشيين في الشارع ضلمة لوحدنا نسمع صوت هوا بيحرك كيس بلاستيك يصوّر لنا فورًا إن ده حد بيمشي ورانا عشان يثبّتنا ويسرق مننا كنوع من أنواع الحماية الذاتية. قيس على ده بقى مواقف كتير، يعني الناس اللي شاكة إن هي عندها PTSD أو اتشخّصت بPTSD هتبقى فاهمة جدًا فكرة الخوف من صوت المفاتيح.
أو الخوف من صوت الهدوم الجلد، أو الخوف من أدوات المطبخ، أو الخوف من أصوات وروايح ومناظر معيّنة، حتى لو ما عندكش PTSD، فأنت ممكن يكون عندك آلية الدفاع ديّة، آلية الدفاع اللي بتخلّيك تترجم وشوش معيّنة، ملامح وشوش معيّنة، نبرات صوت معيّنة إن هي موجهة ليك أنت sorry إن هي موجهة ليك أنت بشر، بضرر. علم الاجتماع بيقول لنا إن إحنا انتشر وسطنا ثقافة اسمها الرسايل المبطنة أو اللي هي الكلام المداري. أنا كنت كاتب المثال دوّة وأنا عارف إن أنا مش هاقول أي حاجة تانية، مش هاقول أي مثال غيره. لو زميل نزّل story فيها أغنية حزينة أو post عن الناس اللي ما بتقدّرش، مخنا بيترجمها فورًا على إنها تلقيح مقصود لينا إحنا، رغم إنه ممكن يكون بينزّلها لسبب تاني خالص. أنا هاقول البروتوكول بعد كده هاراجع كل اللي إحنا اتكلمنا فيه ده في عُجالة قبل ما نوصل للخاتمة بتاعتنا. البروتوكول لحل الوهم الإدراكي وتضخيم الإشارات، حاجة اسمها فلتر الإشارة مقابل الضوضاء. بنستخدم فيها برضه ألفاظ أو بنستخدم فيها حوار سواء بصوت عالي داخلي أو مكتوب، إن إحنا بنقول مبدأ أتمنى تاخد المبدأ ده وتسيرش عليه: الواقع ليس لديه سيناريو خفي ضدنا. طالما ما فيش دليل حسي مباشر وصريح اسمنا اتذكر أو تم توجيه الكلام لينا، فبنصنف ما حدث على إنه ضوضاء عشوائية وليست إشارة موجهة. يبقى إحنا بشكل بسيط النهارده قدرنا نتكلم عن التشوه الإدراكي، وفهمنا إن التشوه الإدراكي دوّة بيحصل في مرحلة استقبال البيانات، على عكس التشوه المعرفي اللي بيحصل في مرحلة التحليل والمنطق. فهمنا إنه إحنا عندنا 4 أنماط إدراكية أساسية بيحصل فيها التشوهات، 4 تشوهات أساسية، ألا هو الselective perception. والتشوه دوّة من منظور علم النفس وعلم الأعصاب وعلم الاجتماع بكل بساطة إن إحنا بنركّز على الحاجة اللي بتدعم شعورنا الداخلي. وعشان نقدر نحل دوّة، فإحنا محتاجين نلاحظ إن حواسنا لقطت حاجة سلبية ومسكت فيها، فبنبدأ نسأل وعينا بشكل خارجي إيه الداتا المادية في المكان اللي عيننا تجاهلتها، فبنجبر نفسنا على كتابة 3 ملاحظات حسية إيجابية أو محايدة إحنا طنشناها في لحظتها عشان نراجع التوازن لفلتر الاستقبال. تاني تشوه معانا الإسقاط الإدراكي وعزو النوايا العدائي الhostile attribution bias، زي ما اتكلمنا إن دوّة بكل بساطة هو بيخلّينا نشوف إن أي حاجة بتحصل خارجية فهي حاجة سلبية وعدائية اتجاهنا. سواء من منظور النفسي إن ديّة حالة إسقاط حالتنا النفسية الداخلية على البيئة المحيطة بينا، أو من المنظور العصبي إن ديّة بيبقى hyper activation أو فرط نشاط في الmirror neurons. والmirror neurons زي ما قُلنا ديّة المسؤولة عن إن إحنا نفهم نفهم مشاعر اللي قدّامنا وتعابيرهم من وشّهم من غير ما يتكلموا، أو من السبب الاجتماعي إن إحنا في ثقافة شك، أو ثقافة الشك اتزرعت فينا بشكل أساسي. وعشان نقدر نحل التشوه دوّة فمحتاجين ندرب حواسنا على إن تعبير الوجه أو التصرفات المبهمة هي داتا طبيعية، هي بيانات محايدة، هي مش بيانات عدائية إلا في حالة إن هي تم توجيهها لينا بشكل واضح وصريح. تالت تشوه معانا كان تأثير الهالة والظلال أو الHalo and Horns effect. وده كان بيقول لنا إن إحنا عشان نقدر نحمي نفسنا من أضرار البني آدمين المحيطين بينا، فأنا هاختصر ال3 مناظير في جملة واحدة. فإحنا بنبدأ نعمم صفات اللي قدامنا بناءً على موقف واحد حصل بيننا وبينه، موقف حلو باقي صفاته حلوة، موقف وحش باقي صفاته وحشة. ده عشان نحمي نفسنا من الشخص اللي قدامنا، وفي نفس الوقت عشان نقدر نوازن ما بين ما بين استهلاك مخنا للطاقة عشان يقدر يتعامل مع الناس. أخيرًا وليس آخرًا كان الوهم الإدراكي وتضخيم الإشارات، وده زي ما إحنا كنا اتكلمنا إنه بكل بساطة لو حصل لنا أي مواقف مزعجة فإحنا بنبدأ نربطها ببعض، بنبدأ نشوف لها رابطة مع بعضيها، وقُلنا إن الحل بتاعها، قُلنا إن الجانب العصبي بتاعها اللي هو الhyper active agency detection device ديّة آلة دفاعية فينا بتخلّينا نركّز في الأصوات
وفي المناظر عشان نشوف فيها أقل شيء قد يوحي لينا بخطر عشان نبدأ ندخل في حالة fight flight or freeze. وقلنا إن الحل بتاعها إن إحنا بنقول إن الواقع أو بنفكر نفسنا إن الواقع ملوش سيناريو خفي ضدنا، وطالما مفيش دليل حسي مباشر اسمنا اتذكر أو اتوجه لنا كلام أو حاجة حصلت بشكل عملي وفعلي موجهة لينا، فإحنا تمام. وده مش معناه إن إحنا نستنى الضرر يحصل لنا، بس نبقى شايفين إن الضرر دوت جاي لنا. في فرق بين إن أنا واقف ما بين قضيبين القطر وشايف القطر جاي عليا فأنا عارف إن القطر هيضربني، وفرق بين إن أنا واقف وشايف القطر، واقف على الجنب وشايف القطر جاي، فأنا قاعد بافكر ما القطر ده ممكن يحيد عن مساره ويدوسني. أخيرًا وليس آخرًا، خلّينا نفتكر دايمًا المقولة اللي إحنا بدأنا بيها، إن نحن لا نرى الأشياء كما هي، بل نراها كما نحن. التشوهات الإدراكية ديّة بتجبرنا نعيش جوّه نسخة معدلة من الواقع، نسخة بتعكس خوفنا وعدم أماننا وتجاربنا القديمة، مش الواقع الحقيقي. وطول ما إحنا مش واعيين بالفلاتر ديّة هنفضل محبوسين جوّه زنزانة إدراكنا الذاتي. لكن السؤال الأهم اللي لازم نطرحه دلوقتي، ليه مخنا بيصر إن هو يعمل كل ده؟ إيه اللي يخلّي العقل الباطن يخبّي عننا الحقيقة ويشوّه الواقع؟ ده إن شاء الله هيبقى في الفيديو اللي جاي، لإن إحنا هنتكلم على تالت نوع من أنواع التشوّهات، ألا وهو العمى النفسي وآليات الدفاع اللاشعورية. هنفهم الحيل الخفية اللي عقلنا الباطن بيلِف بيها عشان يحمينا من الألم، وإزاي نكتشفها ونواجهها. برضه أنا عايز أقول حاجة تانية، اللهم صل على سيدنا محمد، إنه الفيديو الجاي عشان المسمى بتاعه يبقى أوضح، إحنا هنتكلم عن التشوهات وحلقات الفخ السلوكي. فإحنا كده نبقى قدرنا إن إحنا نتكلم على التشوهات المعرفية الcognitive distortions، التشوهات الإدراكية وعدسات الرؤية دي اللي إحنا اتكلمنا عنها النهاردة. وبكرة هيبقى، أو مش بكرة، يوم الجمعة إن شاء الله، هيبقى آليات الدفاع اللاشعورية والتشوهات وحلقات أو أفخاخ التشوهات السلوكية. بس أتمنى كل العبث دوت يكون أفادكم بأي شيء ممكن. أتمنى تكونوا اتبسطتوا معايا. آه، أنا النهاردة اللي هو يوم التلات نزلت شورت فيديو قصير بجاوب فيه على سؤال في صارحني. كل يوم هينزل سؤال، ممكن نزود الفيديوهات القصيرة اللي بتنزل ديت عشان أبقى رديت على الناس بشكل أسرع. بس مستني رأيك. أنا ذات نفسي الصراحة مش راضي عن الفيديو، مش راضي عن السكريبت اللي أنا كاتبه، لأن أنا ما بسطتش وما شرحتش في المعلومات كتير. ولكن فعليا أنت هتاخد بالك إن المصادر المعلومات ديت قليلة، نظرا لأن دوت فرع من العلوم. فالموضوع ما فيهوش كلام كتير، بس الكلام القليل اللي فيه مهم إن هو يتعرف عشان نقدر نوصل سوا لحياة سوية بأكبر قدر ممكن، قادرين نتعامل مع المشاكل اللي فيها وقادرين نتعامل مع اللحظات الحلوة اللي فيها. بس هذا، وأراكم عما قريب على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.